الفيديو الثاني وعنوانه مقارنة بين التونسية والألمانية. حقوق المرأة في تونس هبة من الدولة. أراد بورقيبة من خلال مجلة الأحوال الشخصية المحدثة سنة 1956 أن يغير جذريا واقع المرأة التونسية. أراد أن يقول للغرب وبكبرياء وبفخر: إني أكثر وفاء من بعضكم لقيم الأنوار، بريسيزيمون لي لوميير فرانسيز. ها أني أهجم على عقلية دينية إسلامية متحجرة ومتخلفة، وسأنجح. وفعلا نجح بورقيبة، فوهب المرأة ما وهب. لكن هل حظي جميع التونسيين بهذا العطاء؟ لا أظن. حرية المرأة مشوهة لأنها موهوبة حصلت عليها بتفضل وعطاء، ولم تتم لها بنضال وشقاء. بينما حقوق المرأة المرأة الغربية اكتسابية استحقاقية، تفاعلا مع معطيات تاريخية وذهنية وثقافية. أذكر منها التالي: أولا، القاعدة الميتافيزيقية للثقافة الغربية، أعني فلسفة اليونان ونظرية الحق عند الرومان، السابقتين على تأثير المسيحية وسفرها من الشرق إلى الغرب. ثانيا، تجربة الإصلاح الديني المظفرة في القرن السادس عشر وما يليه، وهذا ما لم يحدث في ثقافتنا العربية والإسلامية حتى الآن. ثالثا، تساوي المرأة الغربية مع الرجل الغربي أمام مآسي الرأسمالية الناشئة وجشع الثورة الصناعية. رابعا، شهود الغرب حربين كونيتين: الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وفقد ألمانيا أغلب رجالها، فقامت المرأة الألمانية العظيمة مقام الرجل في الفلاحة والصناعة والعائلة، حتى نهضت ألمانيا من جديد بعد نكبتين هائلتين. رهان وتحدي: أيتها التونسية، أتريدين أن تكوني مثل الألمانية؟ لما لا تتظاهرين المظاهرة تلو المظاهرة وتطالبين بالمساواة في التعيينات الفردية مثلا؟ هل أنت أقل مواطنة من الرجل التونسي ليدفع للدولة ولا تدفعين؟ هذا تحدي، هل تقبلين؟